السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مدينة الصمود أو المدينة المنسية، لؤلؤة الفرات. راح نحكي اليوم عن دير الزور. سميت دير الزور سابقا بأسماء كثيرة مثل دير الرمان ودير بصير، أكبر مدن الشرق السوري، وتعدادها طبعا سابقا 1,240,000. مواقع أثرية كثيرة مثل الجسر المعلق وقلعة الرحبة وحلبية وزلبية ومملكة ماري ودورا أورابوس. بالنسبة لأحيائها فأحيائها كثيرة وراح نذكر قدر الإمكان عدد منها، مثل الجبلة والعمار الحميدية والحويقة والجورة والرشدية والعرضي والشيخ ياسين، المطار القديم والدير العتيق، القصور، الموظفين البعاجين أبو عابد والعرضي، غسان عبود، قنامات خسارة. أما بالنسبة لأشهر شوارعها وأسواقها فهي الشارع الانطلاق والشارع العام وسينما فؤاد وشارع 6 إلا ربع والسوق المقبي وشارع حسن الطاهة وكورنيش الحويقة وكورنيش العلاليش والوادي وشارع المحافظة وبورسعيد. أما بالنسبة للريف الديري، الريف الديري كبير، وإن شاء الله بحلقات قادمة راح أعمل حلقة كاملة عن الريف الديري، بس اليوم بدنا نذكر أكبر وأكثر شيء معروفة بالريف الديري، مثل البوكمان والميادين والعشارة والموحسن يلي طبعا بين قوسين تلقب موسكو الصغرى، والبوليل والحسينية والشميطية والخريطة والشعيطات والشحيل وذيبان، بقرص البصيرة، مرات، حطلة، الجرد، السويدان، محقان، القورية وصبيخان وأب حمام وهجين. بالنسبة للعشائر بدير الزور، دير الزور هي أم العشائر، يعني شكون بعشيرة ببالك معروفة أو كبيرة موجودة بدير الزور أكيد. لذلك ما بدي أظلم أي عشيرة وأعدد وأنسى عشائر ثانية، لذلك راح نكتفي ونقول دير الزور هي أم العشائر. بالنسبة للأندية الرياضية يلي بدير الزور هم أقوى ناديين، نادي الفتوة ونادي اليقظة. نادي الفتوة هو النادي الأكبر والأضخم جماهيريا بدير الزور، طبعا نذكر به اللاعب عمر السومة يلي حاليا يلعب بالدوري السعودي، وإن شاء الله راح نتطرق له لحاله بفيديو أحلى وبخطاب. بالنسبة لأشهر الأكلات الديرية، الأكلات الديرية كثيرة وغريبة عجيبة، لكن راح نذكر يعني بعض منها والأكثر شيوعا. أول شيء بالمرتبة الأولى البامية الزورية، وما أدراك ما البامية الزورية. يلي ياكل ثرود البامية بالدير يظل يطعم بنهاية حياته. وعندنا المشاوي والكباب مشهورة بها مدينة دير الزور، ونضيف لها الفورة. اشتهيت الفورة. اللهجة الديرية، اللهجة الديرية لحالها لغة وليست لهجة. راح نحاول قدر الإمكان نحط بعض الكلمات الغريبة باللهجة الديرية وليست المتداولة، مشان ما حدا ينط يقول ما نحكيها. عنق دنيا نوع من أنواع الفواكه. ملفع وتعني حجاب، الحجاب اللي تلبسه المرأة. تربة وتعني الحارة. راس القرنة وتعني زاوية بداية الحارة. طريزينة وهي عربة ب3 دواليب. شكون أو شنو مثل ما يقولونها أهل الريف. شكون أو شنو يعني معروفة عالميا ومحليا وتعني ماذا. فرطوس وتعني توت. شمدريني لا أعلم. زابوق ويعني ممر. النوب يعني مرة أخرى. مدرقع وهو الشيء الغير صالح للاستعمال. قاور عين وتعني شديدة الوقاحة. جويد وتعني جميل، وللأنثى جويدة وتعني جميلة. تشوق جزال. إن شاء الله بهالشكل أكون انطيته لمحة سريعة عن دير الزور. طبعا دير الزور أو باقي المحافظات يعني بدها ساعات من الشرح. الجاي إن شاء الله راح تكون عن الحسكة، لذلك استنونا. السلام عليكم.